تخيل ربنا مديك ركعتين يدخلوك الجنه. احنا موجودين في منطقه جبل احد اللي هي غزوه احد اتسمت اصلا بسببها. جبل احد انت قدامك بتصلي ركعتين، يعني بتصلي صلاه الجنازه 4 تكبيرات ما بياخدوش معاك دقيقتين، بتاخد قد جبل احد ده. كل ده جبل احد. جبل احد طوله 7 كيلو، انت بتاخد وزن 45 مليار طن. يعني تخيل انت بتقف دقيقتين تصلي صلاه الجنازه وانت واقف، بتاخد قد جبل احد ده حسنات، اللي هو وزنه 45 الف طن. 7 كيلو طوله كيلو. انت متخيل ربنا بيديك اجر قد ايه لما بتقف بس ايمانا واحتسابا؟ يعني انا واقف اصلي كده على حد الجنازه وقلبي ونيتي صافيين ومحتسب ده عند ربنا، ربنا بيديك اجر جبل احد كامل. وكمان لو كملت وتطوعت ومشيت في الجنازه لحد الدفنه بتاخد قيراط مرتين. احنا الموجودين في المكان ده الرسول عليه الصلاه والسلام كان موجود هنا. غزوه احد دي كانت بعد غزوه بدر، يعني لما المشركين خسروا اول غزوه اللي هي غزوه بدر جمعوا بعض عشان كان المسلمين بيزدادوا في القوه بتاعتهم. المسلمين كان عددهم 700 مقاتل والمشركين كانوا 3000 مقاتل. لما وصلوا هنا الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم احنا نفضل في المدينه وندافع، بس المسلمين قالوا له احنا خايفين ان الناس يقولوا ان احنا جبنه وخوفنا نطلع نواجههم، فطلعوا. كانوا هنا موجودين في المكان ده. الرسول عليه الصلاه والسلام ده جبل الرماه اللي موجود فوق الناس ده، طلع 50 واحد من الرماه وقال لهم خليكم موجودين فوق، سواء كسبنا او خسرنا ما تنزلوش ولا تاخدوا غنيمه، حتى لو خسرنا ولقيتونا بنموت ما تنزلوش من على الجبل. وفعلا المعركه بدات، والمسلمين بسبب النبال اللي كانت موجوده فوق ال50 اللي موجودين دول، الحصينه كانت كلها بتقع والناس بتقع من فوق بسبب النبال اللي عماله تتضرب. اول ما لقوا كده نزلوا. طبعا في حاجتين، في ناس بيقولوا ان هم ما سمعوش امر الرسول عليه الصلاه والسلام ونزلوا يلموا في الغنيمه، وفي راي تاني بيقول ان في حد من المشركين الرسول عليه الصلاه والسلام لما وقف المشركين اتلموا عليه، كسروا له الخوذه بتاعته، وشه اتعور، انفه اتكسرت، فسيد ابو دجانه الانصاري رمى نفسه على الرسول عليه الصلاه والسلام، نط فوق كده بقى حضنه والسهام عماله تنزل على ظهره كانه درع. جه سيدنا مصعب بن عمير وبعض الصحابه وقفوا، فالمشركين قتلوهم. لما واحد قتل سيدنا مصعب بن عمير قال قتلت محمد. طبعا ده برده كان سبب ان خلاص الرسول عليه الصلاه والسلام اتقتل. فده بيقولوا ان الرومان ما كانوش اصلا عصوا امر الرسول، بس لما قالوا قتلت محمد فهم نزلوا من على الجبل. طبعا سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول قبل ما يسلم لف من ورا الجبل وكان متبقي بس 10 من الرماة، طلع قتلهم. الرسول عليه الصلاه والسلام في وسط ده كله ما كان بيتضرب والصحابه عماله تستشهد، لما هم قالوا قتلت محمد حصلت هرجله في المعركه، سحب نفسه وراح داخل عن الجبل، وكان بيتسند على السيد الزبير بن العوام ودخل. جم المشركين رايحين وراه، فبعض الرماة اللي كانوا موجودين راحوا ضاربين تاني، فالمشركين رجعت. فتخيل انت واقف في مكان الرسول عليه الصلاه والسلام كان هنا وتفتكر حاجه واحده، ان احنا شوف احنا بنعصي كام امر من اوامر الرسول عليه الصلاه والسلام، هم عصوا امر واحد. دي الغزوه الوحيده اللي المسلمين خسروها. يعني المسلمين على مر حياه الرسول ما خسروش ولا غزوه، حتى بعده ما خسروش ولا غزوه، هي غزوه احد اللي خسروها بسبب ان هم عصوا امر واحد. انت استشهد 70 صحابي من اصل 300، يعني كان المعركه دي فيها 700 فرد، منهم 300 صحابي مات منهم 70. انتوا متخيلين استشهد يعني تلت المسلمين اللي هم الصحابه اللي كانوا بينقلوا لنا الاسلام ماتوا. اعرف ان صلاه الجنازه ربنا اداك تقف تصلي دقيقتين تاخد الاجر ده، يعني ركعتين بيدخلوك الجنه. اقرا الركعه الاولى، التكبيره الاولى بتقرا الفاتحه، التكبيره الثانيه النص الثاني من التشهد، التكبيره الثالثه بتدعي المتوفى، التكبيره الرابعه تقول اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره واغفر لنا وله ولجميع اموات المسلمين. تخيل ربنا مديك ركعتين يدخلوك الجنه. فربنا ميسرها لنا ومسهلها. كل اللي انت محتاجه انك انت تستعين ونيتك تكون صافيه، انا يا رب صادق من جوايا وما تيأست، طالما ربنا اختارك وجابك هنا هو بيحطك على اول الطريق وحابب انك انت تتوب.